أهلا بيك كطبيب أسنان. خليني أسألك سؤال: كم في المية من اللي أنت دفعته في إعلانات التسويق تحول لمرضى فعليين وعملاء دخلوا العيادة ودفعوا لك فلوس؟ هل 15% أو 10% ولا أقل؟ لو النسبة دي أقل من 20% فأنا النهاردة عندي أخبار صعبة جدا ليك. النهاردة هكلمك عن أكبر غلطة في التسويق الطبي: إنك تبدأ الإعلان بدون ما تبني النظام البيعي اللي يستقبل عميلك ويبدأ يتعامل معه بشكل احترافي. فخليني أقول لك، في الحالة دي أنت كأنك بترمي فلوسك من الشباك. وعلشان أوضح لك قد إيه الموضوع ده مهم، تخيل أنت نزلت إعلان قوي عن خدمة تبييض الأسنان بالليزر مثلا، وخليت الميزانية ما لا يقل عن 5000 جنيه يوميا. وخلينا نقول إن الإعلان ده نجح وجاب لك 100 رسالة على الواتساب أو الماسنجر كعملاء محتملين. وهنا هيكون عندنا اتنين سيناريو: السيناريو الأول اللي هو بدون نظام، العميل شاف الإعلان على الفيسبوك أو أي منصة إعلانية وراح مباشرة على الواتساب وبدأ يكلم المساعد أو المختص، والمساعد هنا هو شخص مش مدرب على إقناع المريض محتمل، ومش فاهم قيمة الخدمة، ما عندوش مهارات إقناعية بالمفهوم التسويقي، فبيقول للمريض على السعر وخلاص. فالمريض هنا بيقول هفكر وبيقفل وما بيتصلش تاني. فالنتيجة هنا أنت ضيعت 5000 جنيه على إعلان و100 عميل محتمل ضاع في الهواء. الخسارة هنا مش بس في الفلوس، الخسارة هنا في احترافية العيادة أو المركز الطبي بتاعك. المريض اللي اتصل وما لقاش رد مقنع أو احترافي مش هيرجع لك تاني، لأن الطريقة تبعك كانت تقليدية جدا في التعامل مع العميل اللي انت دفعت فلوس علشان تجيبه لحد عندك ويتصل بيك. ودلوقتي خليني اقول لك على السيناريو التاني، السيناريو الافضل والاحترافي: لما المريض يشوف اعلانك عن تقويم الاسنان الشفاف مثلا، رقم واحد، بدل ما يخش على صفحتك العامة على الفيسبوك ويكلمك في الرسائل، بيخش على صفحة هبوط احترافية بتطلب منه اسمه وايميله علشان نعمل معاه علاقة طويلة المدى، علشان نديله كتيب او هدية مجانية مفيدة. يعني مثلا حمل الكتاب المجاني لصحة اسنان افضل، أو احجز استشارة مجانية مدتها 10 دقايق، وغالبا بيكون كتيب إلكتروني بسيط في صيغة PDF مش هيكلفك كتير. رقم اتنين، بعد كده العميل بيدخل على صفحة بنشكره فيها وتقول له شكرا إن أنت اشتركت وبقيت جزء من مجتمعنا، وافتح إيميلك علشان الكتاب هيوصلك هنا. رقم ثلاثة، صفحة الشكر اللي بتبقى آخر شيء يشوفها العميل. ليه؟ علشان احنا عايزين نوصله ان احنا عايزين نخدمه ونوصله الهدف النهائي، ومش ندفعه فلوس وخلاص. وده مهم جدا في اساس البيع والعملية التسويقية والعملية البيعية. رقم أربعة، هنا بيجي دور السيستم. السيستم هنا بيبدأ يعمل علاقة مع العميل ويبدأ يتعامل معاه، يبعت له الكتيب المجاني اللي احنا قلنا عليه، وبعد يومين أو ثلاثة يبدأ الشغل الحقيقي: بريد تسويق إلكتروني في تسويق لخدمتك الغالية لعميلك اللي انت بنيت معاه ثقة أولا وقدمت السبت علشان تلاقي الحل. رقم خمسة، في اللحظة دي هل يعني كده دور السيستم انتهى؟ طبعا لا، السيستم بيفضل على تواصل مع العميل ويعرض عليه جميع خدماتك لحد ما العميل يشتري ويقرر أي خدمة منها، وساعتها هيكون عميلك الفعلي اللي هيدفع لك فلوس. كل ده علشان اتخذت العميل في القيمة البريدية بتاعتك وحسست ان انت عايز مصلحته، مش بس عايز تدفعه فلوس. انت متخيل ان ده شيء عادي، لكن ده نظام مبيعي احترافي بيخدم جميع الأنشطة والخدمات، وأهمهم الخدمات الطبية اللي انت بتقدمها. كل خطوة من دول ملهاش علاقة مباشرة بيك، هي بتشتغل لوحدها بدون تدخل منك. الإعلان جابه والسيستم اداله الشيء المجاني والنظام باعله، وتعامل معاه بدون تدخل منك أو الموظفين عندك على الإطلاق. لما يكون عندك النظام ده بالطريقة البسيطة دي، أقدر أقول لك هتحول من 30 ل 40% على الأقل من اللي بيشوف إعلانك لمرضى فعليين، بدل 5 أو 10%. هتقفل المواعيد كل أسبوع لأن الحجز بيكون بشكل أوتوماتيكي. هتقلل ضغط الشغل على الاستقبال عندك بنسبة 70%، لأن معظم الأسئلة بتكون متجاوبة في الفيديوهات والرسائل الأوتوماتيكية اللي بيبعتها له السيستم. هتضمن إنه كل مريض يدخل العيادة وهو فاهم قيمتك ومستعد يدفع مقابلها بشكل. في الحالة دي فلوس الإعلان هتشتغل لصالحك 100%. كل جنيه هتدفعه هيجيب لك عائد 3000 4000 جنيه. هتعمل فلتر لكل عميل محتمل: هل هو عنده السداد يدفع لخدماتك الغالية، ولا هو أي حد بيسأل وخلاص وكلفنا ثمن النقر على الإعلان في الإعلانات. الأهم من كده السمعة، العيادة اللي عندها نظرة حديث، نظام حديث متطور بتشتغل عليه أمام عملائها، أفضل في نظر العملاء طبعا. وما تفكرش في الموضوع على إنه مشروع كبير، الموضوع بسيط وأبسط مما تتخيل. الخطوة الكبيرة دي هتغير نتيجتك بشكل سريع، وهتبني علاقة ثقة تراكمية مع العملاء بتوعك. يلا ابدأ حالا في عمل السيستم المبيع بتاعك، وادخل على إعلانك القديم وغير اللينك بتاعه من صفحة الفيسبوك لصفحة الهبوط أو السيستم الجديد بتاعك.
الإعلان من غير نظام زي أكنك بترمي فلوس على الأسفلت. النظام الحديث هو اللي بيحول الأسفلت لتربة خصبة قابلة للزراعة. الخلاصة لكل دكتور، الإعلان مش مطالب إنه يجيب لك مبيعات أو عملاء، ولكن السيستم المبيعي الاحترافي هو اللي مطالب يجيب لك عملاء ويتعامل معهم. فبتصرفش فلوسك على الإعلانات بدون طريق واضح وسيستم احترافي يعلم شأن خدمتك ومبيعاتك. أشكرك إنك وصلت لحد هنا، ودايما خليك متابع لكل جديد عندنا. شكرا على المشاهدة، متنساش تعمل متابعة، وإن شاء الله نشوفك فيديوهات جاية. ما تنساش تشترك في القناة علشان الفيديوهات اللي جاية هتكون نصائح طبية في التسويق إن شاء الله. السلام عليكم.